أيضا على مستوى الصواريخ البالستية التي بحسب معلومات استخبارية أوكرانية أكدت بأننا خلال هذا الشهر وتحديدا نهاية هذا الشهر في شهر نوفمبر سنرى استخداما للصواريخ البالستية الإيرانية من قبل روسيا تجاه أوكرانيا. وبالتالي عملية الإرسال، هنري روم يتحدث أن الإرسال يأتي عبر بحر قزوين بهذا الشكل، من الممكن عبر المياه إلى روسيا ليستخدم في الداخل الأوكراني، أو أنه أيضا عبر الأجواء. ببساطة تذهب إلى روسيا وطائرات الشحن التابعة للحرس الثورية الإيرانية الآن هي تملأ رادارات أو الفلايت ريدار 24 وتراها دائما. وعلى هذا الأساس بأن هنالك إيران بدأت تساعد روسيا بشكل كبير، وبدأت تغير عددا من الأمور والمشاهد التي تأتي في المعركة الأوكرانية، في ظل أن أوروبا بأكملها تعتقد وترى بشكل واضح أن روسيا تهدد أوروبا ولا تهدد أوكرانيا. وبالتالي هو يرى بأن يجب أن يكون الضغط على مبيعات النفط الإيرانية تحديدا، يجب أن تكون هنالك معاقبة للأطراف التي تساعد إيران في مسألة بيع هذا النفط، التي تشتري من إيران النفط الإيراني. وهو تحدث بشكل واضح أن الضغط على الصين لن يأتي بنتيجة، لأن الصين لديها علاقات كبيرة مع روسيا، لديها علاقات كبيرة مع إيران، لن يتغير هذا الأمر. ولكن هنالك دول من الممكن الضغط عليها وأن تكون هنالك نتيجة جيدة تجاه هذا الأمر، وأن تزيد الضغط على إيران بحيث تبتعد عن مثل هذه المساعدة. من هذه الدول هي ماليزيا، الهند وسنغافورة، وكان هنالك ذكرا لعدد من الدول الأخرى التي تشتري النفط الإيراني، التي تساعد إيران في مسألة التهريب الإيراني لهذا النفط، قد يكون إلى الصين وغيرها. وعلى هذا الأساس لا بد لك يا بايدن أن تحقق بعضا من الضغط، لأن إيران ممكن أن تقلب المعادلة الموجودة في أوكرانيا. وهذا لسبب مهم، لأن المبيعات النفطية في الفترة الأخيرة وبحسب هذا التقرير الذي ترونه وهو من فورتيكسا بهذا الشكل، أكد بأن هذا التقرير أن إيران قد وصلت في أكتوبر الماضي الشهر الماضي إلى أعلى مستويات مبيعات النفط وصادرات النفط الخاصة بها مقارنة بأي شهر من هذه الأشهر من هذا العام. وبالتالي هم يحصلون على الأموال بشكل غير شرعي. وعليك يا بايدن أن تضغط بهذه المسألة، لأنك ستخسر ما تحققه من مكاسب. أنت حققت مكاسبا في مسألة خيرسون من السياسة الأمريكية وسياسة حلف الناتو، لم يدخلوا جنديا واحدا ولكن ساعدوا أوكرانيا في السلاح. كل هذا اللون الأزرق الذي ترونه بعد الدخول طبعا إلى خيرسون يعتبر تقدما استراتيجيا كبيرا لأوكرانيا. لاحظ اللون الأزرق للأوكرانيين، كل هذا يعتبر تقدما لكل الجهود والأموال والضخ الكبير الذي جاء في هذه المنطقة ضد روسيا. هذا ممكن أن يتغير يا بايدن، عليك النظر إلى هذه المسألة. أنت الآن في نشوة كبيرة جدا، التضخم انخفض من 9.1% ووصلنا إلى 8.5 في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب التريدينج ايكونومكس، 8.3 8.2. وها نحن مؤخرا الإحصائيات في التضخم للولايات المتحدة انخفض إلى 7.7%. أيضا في نفس الوقت في مجلس النواب الأمريكي الديمقراطيين يؤدوا انتخابات جيدة، انتخابات نصفية جيدة، كان من المفترض أن تكون هي أسهل